ازيكم عاملين ايه؟ يلا مع بعض نعمل وصفة سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص، وانتشرت جدا في الفترة الأخيرة. ممكن تنفع فطار، ممكن تنفع عشاء، هتعملها الغدا خفيف مفيش مشكلة. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملي لايك للفيديو واضغطي على الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو. فأنا أول مرة أجربها وطعمها حلو جدا. انا معايا صينيه على النار، انا ما عنديش صينيه تيفال، فعملتها في صينيه ألمونيا. فحطيت شويه زيت في الصينيه وجبت طماطم شرايح كده وبدات انزل بيها في الصينيه. لو عندك فلفل في الوقت ده حطي فلفل اخضر او فلفل الوان. انا ما حطيتش لان انا مش بحبه، فحطيت طماطم شرايح طماطم بس. وهقلبها لما تاخد لون من تحت كده هبدأ اديها تقليبة في الزيت. عايزة تستغني عن الزيت وتحطي معلقة سمنة حطي معلقة سمنة، عايزة تحطي معلقة زبدة حطي، المادة الدهنية انت حرة فيها. تمام، ولو زبدة يكون احسن كمان. هنا خدت الطماطم غيرت لونها من تحت، فبدأت اقلبها على الناحية التانية. بس هي كده خدت لون خفيف كده. هبدأ بقى انزل عليها بالمكون بتاعي الاساسي في الوصفة. ايه هو المكون الاساسي ده؟ بيضتين معاهم رشة فلفل رشة ملح، وربهم كده كويس، ضربهم بالشوكة كويس. وابدأ انزل بيها على الطماطم بعد ما خدت لون من الجنبين. اخليها كده ايه تدخل في كل الفراغات اللي في الصينية وتملى الصينية من تحت. تمام، على نار، كل ده على نار هادية مش نار عالية عشان ما تنحرقش منك. وابدأ اغطيها عشان البيض بتاعي يستوي. وكل شوية هبص عليها لحد ما احس ان البيض بتاعي استوى يعني. ابدأ ايه اضيف بقية المكونات بتاعتي. هنا في حتة ما كانش فيها بيض فبحاول اودي فيها البيض وغطيتها. وهنا كان البيض بتاعي استوى اهوت. هنزل بعلبة تونة اختياري، انتي مش عاوزة تحطي تونة عايزة تحطي لانشو حطي لانشو، ممكن تحطي لانشو، ممكن تحطي بسطرمة، اللي انت عاوزاه حطيه. هنا عندك تونة عايزة تحطي تونة زي ما انا حطيت حطيها. فحطيت، بدأت اجيب التونة كده صفيتها من الزيت بتاعها. وكل ده والنار هادية، وبصفيت التونة من الزيت بتاعها وبدأت افردها كده على البيض بشكل متساوي يعني على قد ما اقدر. وبعدين هضيف جبنة رومي حتت صغيرة، عندك برضو متوفر حطيها. عايزة تضيفي جبنة فتا ضيفي، اي نوع جبنة عاوزة تضيفيه ضيفي. انا ضفت جبنة رومي وهضيف جبنة موتزاريلا. عندك واحدة بس اللي موجودة استخدميها، ما تقيديش نفسك بحاجة، انا مش عاوزة اصعب عليك الدنيا. تمام كده، اهو بضيف الجبنة الموتزاريلا بتاعتي وهبدأ اغطيها عشان الجبنة بتاعتي تسيح. لان انا بعد ما تسيح الجبنة شوية هدخلها الفرن تاخد وش كده تشميعة يعني، وهتشوفيها بعد ما طلعت. هنا هي بعد ما طلعت يا دوب الجبنة نوعها مش حلو فمسحتش قوي، بس هي متشمعة. دي بيتزا البيض يا جماعة، انتشرت جدا وكله عملها يعني، كان زي الترند زي بسكوت ال10 دقايق كده. فانا دي كانت اول مرة اجربها وبتطلع بسهولة من الصينية. على فكرة الألمونيا مش شرط يكون عندك صينية تيفال، بتطلع سهلة جدا وهتشوفوه مع بعض دلوقتي. طعمها حلو جدا، سريعة جدا، مش هقولك مش مكلفة بقى بكدب يعني، فهي سريعة. اي مكون من دول، لو عندك طماطم وبيض بس اعمليها، عندك طماطم وبيض وفلفل اعمليها، ما تقيديش نفسك بحاجة. جربيها مش هتخسري حاجة. وصفة جديدة تغيير. انت وذوقك يعني، انت وراحتك حسب رغبتك، انت جربيها وان شاء الله هتعجبك. باي باي.